السلام عليكم ورحمة الله. فتخيل معايا تكون غادي وسط الطريق وتلقى راسك في واحد الكارثة. ماشي هذا فيلم يا إخواني، من بعد ما سمعنا القصة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مصادر إعلامية، هذه قصة هزات الرأي العام المغربي. قصة فيها الخيانة، الغدر والدم اللي تزهق يا إخواني بطبيعة الحال بدم بارد. فياسين إخواني الشاب اللي كان ضحية ديال تصفية حسابات، ماشي حيت كان مجرم، بل حيت كان كيعرف بزاف على هاد الناس اللي ما خاصوش يعرفهم. فإخواني اليوم إخواني التفاصيل اللي خرجت للعلن كده، واحد الممرضة كانت كدعي الإنسانية والتي هي الطعم اللي استدرج ياسين للموت. وعسكري إخواني سابق حتى هو داخل المعمعة، فبطبيعة الحال تحت تأثير السموم كيمحي الآثار ديال الجريمة البشعة. وبزاف ديال الناس شافوه بطبيعة الحال وسمعوه وسكتوا شنو واقع إخواني، وكيفاش هادشي كامل داز في وسط الطريق بلا ما يوقفهم حتى شي واحد. فالقصة بدات بواحد طلب بسيط، الممرضة اللي هي فرملية بطبيعة الحال اللي كانت عشيقة ديال المتهم الرئيسي وهو اللي ارتكب الجريمه، اتصلت بياسين، كانت كاتبه ليه باللي خاصها انها تخرج خارج المدينه هي وصاحبها المجرم. ياسين بطبيعه الحال بنيه صافيه وافق، وما كانش عارف باللي هذيك اللحظه هي اخر لحظه في الحياه ديالو. في المتهم الرئيسي عسكري سابق كان في السياره ديالو، ومجرد ما ركب اخواني وما ركب ياسين فتحول الكفر لصندوق ديال الموت. فاخواني الممرضه نزلت من السياره، وقفت قدامه، حاولت انها تقول ليه بركه لا ما تقتلوش لا ما تصفيهاش ليه. فهذا الشيء اللي كيقول بطبيعه الحال التحقيق واللي صرحت به هي واش هذه محاوله انها ايقاف ولا مجرد تمثيليه باش تبرأ راسها، وجالسه كتكتب على العناصر ديال التحقيق. فالغريب هو هذا البرود اخواني خلاته كيضرب وكيستعمل القوه وهي كتشوف، وما مشاتش حتى تبلغ السلطات. فهنا فين بطبيعه الحال كتجي الصدمه الكبيره. فالتحقيقات كتقول باللي الجاني ما كانش بوحده بطبيعه الحال، كان الخال ديالو كان معاه، فعاونوا انهم يطمسوا المعالم ديال القضيه. من بعد ما ركب في السياره ومشى حتى لعند خالو وركبوا معاه، وعرف بان ياسين كان في الكوفر. فبطبيعه الحال عاونوا باش انهم يوجدوا الجثه ويجمعوها ويحرقوها باش ما تبقى لا بصمه لا دليل. ولكن الصدمه الكبيره يا اخواني، تسعود ديال الناس يا اخواني اخوات تسعود ديال الناس ركبوا مع هذا المجرم في ذاك النهار اللي كان فيه ياسين في الكوفر. فسمعوا اخواني واحد الانين ديال ياسين، سمعوا كيحاول انه يستنجد ولكن ساد لي فمه، وما قدرش ياسين انه يتحرك. فياسين بطبيعه الحال بدا كيهضر في الكفر، وهاد الناس تستروا على الجريمه وما قالوهاش للسلطات. فتخيلوا معايا تسعود ديال الناس ركبوا سمعوا وعرفوا كاين شي حد كيتعذب في الصندوق ديال السياره، ومع ذلك اخواني فضلوا انهم يسكتوا. واش ماتت فينا الرجوله اخواني؟ واش ماتت فينا الانسانيه؟ كيفاش واحد يركب في سياره فيها جثه كيتم التنكيل بها ويقدر يكمل الحياه ديالو عادي؟ فهاد الشيء بطبيعه الحال كيحرق القلب وكيبين باللي الخوف من المجرمين ولا اقوى من الخوف من الله ومن القانون. فدابا يا اخواني اخوتي السؤال اللي كيتحط في كل دار مغربيه، كيفاش الطوموبيل تنقلات وبحريه؟ كيفاش دازت من نقاط التفتيش؟ كاينين هضرات بطبيعه الحال في مواقع التواصل الاجتماعي واشاعات كتقول باللي الجاني كان كيستغل الهيبه والبدله العسكريه القديمه باش انه يغلط الناس، وكاين اللي كيقول باللي كان كيسلك طرق خارج التغطيه. ولكن الحقيقه يا اخواني كتبان لينا كاملين هي ان القاتل كان واثق في هذاك السم اللي شارب، واثق باللي الناس اللي معاه غادي يلعبوا بطبيعه الحال وغادي يبلعوا لسانهم. فهذا الشيء اخواني كيعطينا درس قاسي، وان العصابات ما كتخدمش غير بالسلاح، كتخدم بالولاء اخواني اللي كيكون بيناتهم. واي واحد حل فمه غادي ينال المصير ديال ياسين، وربما ياسين فعلا هذا هو كان السبب باش انه يتم التصفيه ديالو. كان عارف ومسجل شي حاجه على هذه العصابه. فياسين ما كانش ضحيه ديال الصدفه. المعلومات اللي بدات كتسرب كتقول باللي فعلا كان عارف بزاف على البيزنس ديال هذه العصابه، ربما جريمه سابقه كانوا تورطوا فيها، وكان عارف ياسين بعض من الخبايا ديالها. فشكرا لكم اخواني على المتابعه، والسلام عليكم.